صباح الفل على عيونكم، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده باذن الله رز بالخلطه بطريقه سهله قوي وجميله، وطعم ولا اروع من كده ولا ابسط من كده. سهل قوي، هتجربيه وهتعمليه عزومات او اكل حتى غدا. جميل جدا. في الاول عندي دي كبد فراخ. انا لاحظت ان كبد الفراخ بتبقى اطعم حاجه للرز. الكبده العجالي لا، طعمها مبقاش حلو قوي في الخلطه زي الكبده بتاعه الفراخ. انا بجمعهم كل مره، اجيب فرخه، اشيل الكبده والقنصه في الفريزر لحد ما اجمع عندي كميه، او انت طبعا عايز تشيلي طازه المتوفر عندك. بجيب الكبد والقوانص، امسك القوانص اقطعها لوحدها، واخلي الدهن اللي موجود عليها ده زي ما هو. لو عرفت اقطعها بالسكينه تمام. عندي طريقه تانية ممكن اقطعها بالمقص بكل سهوله جدا عندك، هيسهل علينا اوي التقطيع. بقطعها مكعبات بالشكل ده، اقطع القوانص لوحدها والكبد لوحدها. التقطيع بالمقص بيسهل عليا كل حاجه، اوقات بستخدمه في كل حاجه، حتى طبعا في تقطيع الفينو بيبقى سهل جدا، وبيخليش فيه بواقي او بيخلي الفينو يتفرول مني. انما الكبده هتقطع معايا بسهوله بالسكينه. هقطعها برضو مكعبات واخلي الكبده لوحدها. الكبده بتستوي في وقت اقل من القنصه، عشان كده هخلي القوانص لوحدها تستوي الاول. في طاسه على النار هحط معلقه سمنه، واضيف عندي الملح والتوابل. عندي بس فلفل اسود وكركم وملح بس. هما هيدوا نكهة جميلة جدا، وهيحافظوا على طعم الكبدة من غير ما طعمها يتغير اللي هي والقنصة. ومعلقة سمن بلدي جميلة جدا، او معلقة دهن. واحط ربع كوباية مية بحيث ان القوانص عندي تستوي كويس. هرفعهم على النار، ولما احس ان القوانص استوت عندي هنزل عليهم بقى بمعلقتين كبار زبيب ومعلقتين فول سوداني، الكمية اللي انت عايزاها وتحبيها. دقيقتين بس تقلبوا على النار، وانزل عليهم بالكبدة واقلبها معاهم لحد ما يستووا مع بعض. بمجرد ما الكبدة تستوي تفضل طرية جميلة، انزلها من على النار بس على كده. وهنا عندي خلاص الكبدة استوت، هنزلها واطفي عليها النار. وهعمل عندي بقى الرز بتاعي المفلفل، هعمله بس ابيض. عندي كوبايتين رز مغسولين، احمرهم، وبعد ما يتحمروا اضيف عليهم كوبايتين ونص شوربه يتشربوا معايا. اضيف للرز بس معلقه ملح، ممكن اعمله بميه عاديه خالص، او لو عندك شوربه هتزودي بيها الرز، ونسيبه يستوي على نار هاديه. خلاص كده الرز استوى، هبدأ اقدمه بقى. هجيب عندي طبق عادي صيني عادي، بولة عادية، واحط فيها معلقتين من الخلطة، واضيف عليها الرز فوقها بالشكل ده. هو الرز هنا باين ان هو لونه اصفر شوية لان المعلقة كان فيها حبة كركم. اضغط على الرز كده واسويه كويس بالشكل ده في الطبق، عشان يديني الشكل الجميل اللي هعمل بيه الرز. اساوي الحروف بالشكل ده، وبعدين اجيب الطبق اللي هقدم فيه الرز واقلبه معايا كده بكل سهولة. هيطلع معايا الشكل الجميل ده، وبألف هنا. هتشرفك في عزوماتك، ووجبة لذيذة جدا جنب الاكل، او حتى لوحدها في البيت، جميلة قوي بألف هنا. اذا عجبكم الفيديو اشتراك ولايك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.